جنس إقليمي مؤذن يشكل سد فاسك الكبير أحد أضخم المنشآت المائية متضمنة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. ورش المائي ينتظر أن يمكن من تعبئة الموارد المائية بالمنطقة وإنعاش الأنشطة الفلاحية وحماية إقليم من أخطار الفيضانات. حافظ محضار وجمال خصاص. سد فاسك أيقونة المشاريع المتضمنة في برامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، تتقدم أشغاله بوتيرة متسارعة. معلمة مائية هي الأضخم على الإطلاق بالأقاليم الجنوبية بسعة حقينة في حدود 80 مليون متر مكعب، تطلب إنجازها تعبئة موارد مالية مقدرة بنحو 1.5 مليار درهم. نسبة تقدم الأشغال تجاوزت 80%، حيث ينتظر أن يكون السد جاهز للتشغيل أواسط السنة القادمة. الورش المتعلق ببناء سد فاسك يدخل في إطار البرنامج التنموي لجهة إقليم مهدنون، اللي عنده مجموعة من الأهداف على مستوى تعبئة الموارد المائية، حيث سيمكن من تعبئة موارد مائية بحقينة تصل 79 مليون متر مكعب، وغتلعب دور أساسي خصوصا في تنظيم سقي 10,000 هكتار في سافلة السد من خلال نشر مياه الفيض، وكذلك التغذية الاصطناعية للفرشة المائية. إنجاز هذه المنشأة المائية الضخمة سيمكن من حماية إقليم من أخطار الفيضانات والسيول وتغذية الفرشة المائية الباطنية، فضلا عن سقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسافلة السد، ما سيكون له الأثر الجيد على انتعاش عديد الأصناف الفلاحية بالإقليم الذي تفخر ساكنته بهذا الإنجاز الضخم. احنا فرحانين في هذا المشروع ديال جامع الإقليم، والحمد لله غادي تستفادوا منه الفلاحة وتستفادوا منه الماء ديال الشرب. الحمد لله راحنا كنشكروا سيدنا، الله ينصرو، الله يعاونو، الله ينصر الملك ديالنا اللي دار هذا المسائل الحمد لله، ونافع كل شيء وادنون، كاع نافع كل شيء وادنون الحمد لله بخير وعلى خير، وهو كيعيشوا فيه الدراوش وجا كل شيء مزيان، كل شيء بخير وعلى خير. كنشكر سيدنا على هذا الخير اللي جاب لنا الجميع الاقاليم الجنوبيه، الجميع كيستافد فيه الحمد لله، السكان ديال جميع الاقليم، وهذا الخير خيرنا الله به في هذه البلاد. سد فاسك الذي يعد معلمة من الناحية التقنية حمل بصمة كفاءات مغربية، ومكن من تأمين عدد مهم من مناصب الشغل القارة لشباب المنطقة. إنجاز وبهذه المعايير سيمكن جهة إقليم مودنون من منشأة مائية كبرى سيكون لها وقع الإيجابي على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يستجيب لانتظارات وتطلعات ساكنة هذه الجهة الجنوبية.